السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، هنبدأ مع بعض النهاردة أول درس هيكون تاريخ بإذن الله، علشان احنا لما كبرنا شوية ما بقاش عندي جغرافيا. الكلام دوت في أولى ثانوي، بإذن الله نكبر شوية في تانية ثانوي وهناخد تاريخ وهناخد جغرافيا. درس النهاردة اسمه الحضارة والتاريخ. حضارة وتاريخ، هنبدأ نتعرف على كل حاجة مع بعض تخص الحضارة وكل حاجة كمان بتخص التاريخ. أول حاجة بيقولي كان البشر بيعيشوا إزاي. البشر عندي كانت بيعيشوا أسر متفرقة، يعني كل واحد كان بيعيش في مكان بعيد عن التاني. طب كانوا بيعيشوا على إيه؟ كان في الأول خالص بيعيشوا على الهضاب، وهو قاعد على الهضبة كان بيبدأ ياكل إيه؟ كان بيبدأ اللي هو يجمع الثمار ويبدأ يصطاد الحيوان. طب أنا دلوقتي الهضبة اللي أنا عليها ابتدت إن الثمار بتاعتها تخلص، مفيش حيوان بيبدأ اللي هو يجي هنا عشان أبدأ أصطاده. كان بيبدأ اللي هو يتنقل من مكان إلى آخر ومن هضبة إلى أخرى. طب ليه كان بيعمل كده؟ عشان كان بيبحث عن طعام. بعد كده ابتدوا اللي هم يتجمعوا جماعات صغيرة عشان يواجهوا صعوبات الطبيعة، وابتدوا اللي هم يتعاونوا عشان خاطر يصطادوا، وفضلوا في المكان دوت وفي الزمن دوت فترة طويلة. لكن مع مرور الوقت هنبدأ اللي احنا نشوف ان البشر عملوا على استئناس الحيوان. يعني ايه استئناس الحيوان؟ في الأول كان بيبدأ اللي هو يهاجم الحيوان ويبدأ اللي هو ياخده ويذبحه وياكله. ابتدينا بعد كده نشوف ان هو هياخد الحيوان عشان يساعده في أعمال الزراعة. أول ما ابتدوا اللي هم ينزلوا ويقعدوا على نهر النيل، ابتدى اللي هو يرمي بذرة. رمى بذرة، شاف إن البذرة ديت بعد مرور الوقت هتبدأ اللي هي تطلع وتبقى شجرة، فعرف في الوقت دوت الزراعة، وابتدت تبقى فيه أقدم الحضارات الإنسانية. طب ليه بقى عندي أقدم الحضارات الإنسانية؟ عشان بقى عندي استقرار. ابتدى اللي هو يقعد يبني بيت، حد جنبه يجي يبني بيت. ابتدوا البيوت تبقى جنب بعض بطريقة معينة، كانت من طوب اللبن الأول. بعد الطوب اللبن ابتدينا اللي احنا نعملها من الحجر. كانت الأول طابق واحد، ابتدينا نفرق ما بين بيت الملك وبيت الوزير وبيت عامة الشعب. ابتدينا نكتر، ابتدينا نقعد، ابتدى يبقى في حضارة، ابتدينا نبني معابد، وهنبدأ نتعرف على كل ده واحدة واحدة. طب الكلام دوت في الأول خالص خالص، قبل ما يعرف الكتابة، كنا هنعرف حاجة عنهم؟ ما كناش هنعرف حاجة عنهم. طب وهو على الهضاب والكلام دوت، احنا عرفنا منين؟ عرفنا منين؟ اللي في الوقت دوت في حاجة اسمها أنثروبولوجي. أنثروبولوجي دوت البني آدم أو الباحث بيبدأ اللي هو ياخد العظام القديمة، ياخد الأحجار الموجودة، ونبدأ اللي احنا نعرف كانت بترجع لكام سنة. بعد كده عرف الإنسان اختراع الكتابة وبدأ يدون الأحداث. في الوقت دوت ابتدينا نتعرف على التاريخ، ودوت المراحل بتاعتنا من جمع الثمار للصيد. ابتدينا بعد كده نستأنس الحيوان ونعمل على الزراعة. بعد كده ابتدينا نعرف الكتابة والرسومات. هنتكلم بعد كده عن مفهوم الحضارة. يعني إيه كلمة حضارة؟ كلمة حضارة هي ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان. واحد عمل مجهود، طلع لي إنتاج، طلع لي حاجة. طب برضو يعني إيه؟ يعني إحنا دلوقتي ابتدينا اللي إحنا نذاكر ونجتهد، طلعنا بقينا دكاترة، بقيت دكتور، عملت مستشفى، دي ثمرة مجهودك. اللي انت اشتغلت كتير، اولا ذاكرت كتير، اشتغلت كتير. بعد ما اشتغلت ابتديت اللي انت تبني مستشفى، فالمستشفى بتاعتك بقى ليها مئات السنين، عشرات السنين، بقت ثمرة مجهودك موجودة. طب مين اللي بيعمل المجهود ده؟ يقوم به الإنسان، بس خلي بالك نتيجة تفاعله مع البيئة لتحسين ظروف حياته. يعني أنا البيئة بتاعتي فيها نهر النيل عشان إحنا في مصر، ففي الوقت دوت نهر النيل هيبدأ يساعدني في كذا حاجة. زي مثلا الحضارة المصرية القديمة قامت على ضفاف نهر النيل وكانت حضارة زراعية.
دولة تاني هتقوم معانا وهنبدأ إن احنا نشوفها على البحر المتوسط، علشان البيئة بتاعتها فيها بحار. في الوقت دوت هي ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة. ليه؟ لتحسين ظروف حياته ماديا أو معنويا. ماديا أبقى معايا فلوس، ومعنويا هبقى في أقل حاجة، هبقى في رفاهية، وكمان بعمل لتعمير الكون الذي يعيش فيه. طيب خلينا متفقين اللي امتحاننا السنة دي بإذن الله مش زي السنين اللي فاتت. يعني ايه مش زي السنين اللي فاتت؟ يعني مش هيجي يقولك عرف مفهوم الحضارة، امال هيجي يقول لي ايه؟ ممكن يجي يكلمني من خلال الاستنتاجات اللي عندنا. زي قدامي كده بنقول من مفهوم الحضارة بنستنتج ايه؟ ان تعمير الكون هو احدى غايات وجود الانسان عليها. يعني علشان اعمر الكون، ده الهدف الأساسي بالنسبة لي. يبقى تاني تعمير الكون هو أحد غايات وجود الإنسان. يعني إيه كلمة غاية؟ كلمة غاية يعني هدف أساسي. ربنا أصلا خلق الإنسان علشان مش بس يعيش وياكل ويشرب، لكن كمان عشان يكون ليه دور في تعمير الأرض. عندي كمان الظروف البيئية لها دور كبير في تحديد سمات الحضارة. زي ما اتكلمنا إن الحضارتين المصرية القديمة وبلاد الرافدين. إيه هي حضارة بلاد الرافدين؟ اللي هي حضارة بلاد العراق القديم اللي ما بين نهري دجلة والفرات. الاتنين كانوا حضارتين زراعيتين. ليه؟ عشان عندي الأنهار والسهول الفيضية. عندي كمان حضارة فينيقيا، هي حضارة بحرية تجارية. هي إيه حضارة فينيقيا؟ حضارة فينيقيا هي حضارة ظهرت على سواحل شرق البحر المتوسط، اللي هي دول إيه؟ اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين. طب ليه كانت حضارة بحرية تجارية؟ عشان كانوا شاطرين جدا في صناعة السفن، واشتهروا كمان بصناعة الأقمشة المصبوغة باللون الإرجواني. إيه هو اللون الإرجواني؟ اللي هو عامل زي الموف شوية كده. وكانوا كمان بيتاجروا مع مصر القديمة. لكل حضارة إسهامات بيستفيد منها الإنسان. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني أنا دلوقتي عندي في مصر عندي مثلا معابد، ابتدت السياح بيجوا عشان يشوفوا المعابد بتاعتي. طيب الإسهامات اللي عندي دي، عندي إسهامات مادية وعندي إسهامات معنوية. كلمة معنوي أنا ما بعرفش أمسكها بإيدي، لكن مادي هي شيء ملموس. زي إيه؟ العمارة بأنواعها، المدن والمعابد والمقابر. طب ما تدينا أمثلة عشان نفهم أكتر. المدن زي مدينة طيبة اللي هي الأقصر حاليا، ومعابد زي معبد الكرنك اللي عندي في مصر، والمقابر عندي زي الأهرامات. وكمان عندي المنحوتات زي تمثال أبو الهول، والنقوش زي النقوش الهيروغليفية على جدران المعابد. والاختراعات المختلفة في الوقت دوت، ورق البردي كنت بقول عليه اختراع. طب المعنوية تشمل الفكر والآداب والفنون أو العلوم المختلفة. طب زي إيه؟ الفكر زي البعث والخلود، والآداب زي الحكم والأمثال بتاع مثلا عندنا وصايا بتاع حطب. الفنون زي الرسوم على الجدران، والعلوم المختلفة عندنا زي الرياضة والهندسة والفلك والطب. بعد كده بنتكلم عن مفهوم الحضارة بس عند حد تاني اسمه ويل ديورانت. إيه هي مفهوم الحضارة عند ويل ديورانت؟ بيقول لنا إن مفهوم الحضارة بالنسبة له هو نظام اجتماعي بيعين الإنسان على زيادة في إنتاجه الثقافة. يعني إحنا في نظام الإنسان عايش فيه مع مجموعة من البشر، في الوقت دوت الناس اللي حواليه لا تعينه اللي هو يكون أحسن ويبدأ اللي هو يطور من نفسه ويزيد في إنتاجاته، أو لا، أو الناس اللي حواليه ما تبقاش بتعمل أي حاجة من ده، تبدأ اللي هي تحطمه وتضعفه. يبقى مفهوم الحضارة عند ويل ديورانت نظام اجتماعي، مجموعة من الناس بتعين الإنسان على الزيادة في إنتاجه الثقافي، تبدأ مع انتهاء الاضطراب والقلق واستقرار الأمن. أنا مش هينفع يبقى عندي أي حضارة، أي حاجة أقدر أعملها وأنا عندي اضطراب.
أنا عندي اضطراب من إن أنا مثلًا أقف قدّام عدد كبير، طب ما أنت طول عمرك هتقف قدّام عدد صغير. عندي اضطراب إن أنا ما أعملش أي حاجة جديدة، طب ما أنت كده مش هتطوّر من نَفْسك، مش هيبقى عندك أي عائد يبقى محتاج اللي أنت تعمله، مش هيبقى معاك عائد مادي تبدأ اللي أنت تشتغل وتطوّر بيه من نَفْسك. أنا قلقان، أنا قلقان من إن أنا أخُش ثانوية عامة، أنا قلقان بيقولوا عليه صعبة، طب ما تجتهد وتعمل اللي عليك وتشوف. استقرار أمن، البيت عندي هادي، الدنيا كويسة، أعرف اللي أنا أذاكر براحتي. يبقى تاني مفهوم الحضارة عند والديورانت نظام اجتماعي بيعين الإنسان على الزيادة في إنتاجه الثقافي، تبدأ مع انتهاء الاضطراب والقلق واستقرار الأمن. لأن إذا تحرر الإنسان من خوفه فتظهر لديه دوافع التطلع، هبدأ إن أنا أشوف حاجة أفضل وعوامل الإبداع والإنشاء. طيب نسيب التعريف في حاله والّا نبدأ اللي إحنا نستنتج؟ طبعًا هنبدأ اللي إحنا نستنتج ونربط الأحداث ما بين الحاضر زي ما أنا عملت، وما بين الماضي، إيه اللي حصل في الحضارة أمّا كان عندي استقرار، ولمّا ما حصلش استقرار، إيه برضه اللي حصل. نقول نستنتج من ذلك وجود علاقة بين الاستقرار والاضطراب الأمن وقيام الحضارة. طب إزاي؟ بيقول لنا من دراسة تاريخ المصري القديم سنجد إن معظم الإبداعات والإنشاءات ظهرت في العصور اللي اتسمت بالأمن والاستقرار. عصر الدولة القديمة كان عندي فيه أمن واستقرار، فبديهي في الوقت دوت أنا عرفت أعمل الأهرامات. طيب جين بعد كده بقى عندي عصور ضعف في مصر، وبقى عندي احتلال لدولة مصر القديمة. في الوقت دوت أنا هقدر اللي أنا أبدأ أعمل أهرامات وأبدأ أعمل مدن وأبدأ أعمل معابد وأعمل الكلام ده؟ طبعًا ما كانش فيه أي حاجة من الكلام ده، ده كان كمان كانوا في أوقات كان بيبدأ اللي هم يخشوا يخربوا في المدن المصرية القديمة. ولكن في عصور طبعًا الاضطرابات وعدم الاستقرار تعرضت بعض الإبداعات للخطر ولم تظهر إبداعات جديدة. وبعد نشأة الحضارات تبادلت الشعوب هذا التراث فانتقلت عبر الأماكن والأزمنة. طب إزاي؟ لو هنتكلم على الفترة بتاعت زمان فمن خلال التجارة كانوا بيتأثروا وبيأثروا في بعض، كانوا بيبدأوا اللي هم يعرفوا حاجات كتير عن الشعوب من خلال اللي احنا بنعرف الديانات، بنعرف اللغة، بنعرف عادات، بنعرف ثقافة، بنعرف تقاليد، بنعرف كل حاجة كنا بنتبادلها زمان مع بعض. زي مثلا حضارات العراق وهنتعرف عليها طبعا في منهجنا إن شاء الله، وحضارة المصرية القديمة. طيب في الوقت دوت اتأثرنا ببعض كتير قوي، وهنعرفها واحدة واحدة، مش عايزين اللي احنا ننط في الحاجة. طب ربنا خلقنا شعوب وقبائل، يعني كل شعب غير التاني، شعب مصر غير شعب سوريا، غير شعب العراق، غير شعب لبنان. كل واحد ليه ميزة وكل واحد ليه عيب، وكل واحد في مكان غير التاني. ايه الفرق ما بين الشعب وما بين القبيلة؟ الشعب زي شعب مصر كده، كلنا زي بعض. طب القبيلة ديت بتكون عيلة محكومة، محدش بيخش على التاني، محدش بيتعامل مع قبيلة تانية في زواج مثلا، لكن كان ممكن يتاجروا مع بعض. عشان كده بنقول وقد خلقنا الله شعوبا وقبائل لنتعارف ونتواصل. فعلى مر السنين تبادلت الشعوب تراثها الحضاري فيما يعرف بتواصل الحضارات. طب ده من خلال ايه؟ زي ما شرحنا، انك بتسيب علامة في غيرك وبتؤثر فيه وبتتأثر كمان فيه من خلال الأخذ والعطاء والتأثير والتأثر. طب إيه اللي كان بيميز كل حضارة عن الأخرى؟ قال لنا بيميزها الهوية الثقافية زي اللغة والعادات والتقاليد، والخصوصية العقائدية زي الدين. بنبدأ هنا في الخريطة اللي قدامنا بيعرفنا كل حضارة موجودة فين وشكل الحضارات. عندي زي الحضارة اليونانية والحضارة المصرية القديمة، طبعا الحضارة الإسلامية، حضارة بلاد العراق القديم، الحضارة الحديثة الرومانية طبعا، والحضارات الحديثة اللي موجودة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والدول الجديدة. وعندي طبعا الحضارة الصينية والحضارة الهندية. خلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة ونشوف الحضارات انتقلت ازاي ومن مكانها بدأت فين أصلا.
انتقلت الحضارات من مكان لآخر كسلسلة متصلة الحلقات، يعني كل واحدة بتسلم التانية. الحضارات دي فرقت فين؟ بدأت الحضارات في الشرق أو بحضارات الشرق، وتمثلت في الحضارات العظمى. حضارات العظمى زي حضارات إيه؟ طبعا حضارة مصر والعراق، بلاد ما بين النهرين، وبلاد فارس، إيران، حضارة فينيقيا هي سوريا ولبنان. أول ما اتكلمنا إحنا قلنا إن حضارة العراق هي حضارة بلاد ما بين النهرين، وبلاد فارس إيران، حضارة فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان. ابتدت من خلال التجارة، ابتدينا اللي احنا ننقل الحضارة بتاعتنا إلى الغرب. طب الحضارة اتنقلت للغرب ازاي؟ من خلال التجارة. طيب اتنقلت من خلال التجارة، تمثلت في حضارتي ايه؟ بلاد اليونان والرومان. يبقى تاني مع بعض عشان ما نتلخبطش. بدأت في حضارات الشرق، حضارات الشرق العظمى كانت ايه؟ طبعا مصر القديمة، عراق تجيلي بلاد ما بين النهرين هي بلاد فارس اللي هي إيران، حضارات فينيقيا سوريا ولبنان. هتبدأ اللي هي تنتقل لمين؟ احنا في الشرق، هتنتقل إلى الغرب. الغرب في الوقت ده بتتمثل في إيه؟ في حضارتي اليونان والرومان. بعد كده هتبدأ اللي هي تغادر. هتبدأ تغادر إزاي؟ قال لي الحضارة تنتقل مرة أخرى إلى الشرق على يد الحضارة الإسلامية، لتستقر عدة قرون تقترب من 1000 عام. طيب الحضارة ديت أو العرب المسلمين ديت قامت حضاراتهم إزاي؟ أو رجعت لنا مرة تانية إزاي؟ في الوقت دوت الحضارة الإسلامية كانت نشطة جدا جدا جدا، فكانوا بيترجموا كتب الفلاسفة والطب والرياضيات والفلك من اليونانية. وأكبر دليل على كده بيت الحكمة اللي كان موجود في بغداد. الحضارة الإسلامية كانت بتهتم جدا اللي هي تتعلم، يبقى عندي علماء، فعملت حضارة كبيرة واستقرت عندي فترة طويلة. استقرت قد إيه؟ قال لي تقترب من 1000 عام. لكن للأسف انتقلت مرة أخرى الحضارة إلى الغرب، فكانت الحضارة الغربية الحديثة. في أوروبا في العصور الوسطى كانت الحضارة متأخرة جدا 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 علميا، فكانوا بيسموها بالعصور المظلمة. كان العالم الإسلامي في الوقت دوت كان في تقدم في العلوم والفنون، وأوروبا كانت محتاجة للعلم دوت عشان تبدأ تنهض من جديد، فكانت بتبدأ تاخد من المسلمين، وابتدت اللي هي تتعلم من المسلمين حاجات كتير. طب ازاي هتنتقل إلى الغرب؟ هتنتقل إلى الغرب من خلال الأندلس. الأندلس كنا بنسميها أو بنسميها حاليا أسبانيا الإسلامية. المسلمين نشروا هناك العلوم والفنون، وبدأ نتعلم كمان في الجامعات. بدأت الغرب يتعلموا من المسلمين في الجامعات زي جامعة قرطبة، ديت كانت موجودة في الأندلس، وكانوا بيتعلموا العلوم الإسلامية بتاعتنا. وكل ما كنا بننهض في حاجة كانوا بياخدوها عندهم ويتعلموا من خلالها. التاريخ. هنبدأ بعد كده نتعرف على التاريخ. يعني إيه التاريخ؟ التاريخ تعريفه معانا هو علم يتناول النشاط الإنساني في كافة الأزمنة المختلفة عشان نعرف الماضي وفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل. يعني إيه الكلام دوت بالراحة خالص؟ هنبدأ نتكلم معانا نشاط الإنسان. لو ما كانش فيه حروب، كان في أي حاجة هنبدأ اللي احنا ندرسها، حرب عالمية أولى، حرب عالمية تانية، هنبدأ نشوف الحروب النكسة اللي كنا بناخدها، كنا حرب 73، كنا هنبدأ ناخد أي حاجة من ده؟ طبعا لا. طب لو ما كانش في إنسان بيتحرك وبيروح ويجي، وهنا في طيارات إنسان بيحركها، هنا في حروب، هنا في مدافع، بني آدم اللي بيمسكها، حد كان هيبدأ يتحرك وهنكتب تاريخ؟ كانش في الكلام ده. يبقى هو علم بيتعامل أو بيتناول النشاط الإنساني. نشاط الإنسان ده بيعمل إيه؟ طب ده في زمن واحد؟ لا، ده أنا عندي حضارة فرعونية، ده بيجيب لي المصري القديم. وبعد كده احنا هنتكلم على معظم الحضارات اللي موجودة، هنتكلم على حضارة إسلامية، هنتكلم على حضارة عراق، هنتكلم على كذا حضارة. يبقى مش في زمن واحد، ده في كذا زمن، عشان نفهم الماضي بتاعه كان ماشي ازاي. من وهو كان بيجمع الثمار ابتدى ينزل يستقر، يبقى يطلع شجر، ابتدى يقعد، يبقى عارف الماضي.
وفهم الحاضر، فهم اللي احنا فيه، المعابد ديت ابتدت تتبني ازاي. وتنبؤ للمستقبل، تنبؤ للمستقبل، انا هيبقى عندي سياحة ودنيا كويسة وناس هتيجي علشان خاطر تشوف الحاجات والمعابد وكل حاجة المصريين عملوها زمان. ده أقرب حاجة ممكن نوصلها بين معرفة الماضي وفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل. أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة قال حاجة حلوة قوي. من أقوال الإمام أبي حنيفة: من قرأ التاريخ زاد عقله. زاد عقله مش معناه اللي هو بيقلل من عدم قراءة التاريخ، اللي مش هيقرأ التاريخ عقله هيبقى صغير، لا. انت كل ما هنقرأ في التاريخ، كل ما هتشوف أحداث، كل ما هتبدأ تفهم الناس على فكرة بتفكر ازاي. وبيكون في أحداث في الماضي شبهها جدا جدا دلوقتي. عشان كده أبي حنيفة قال: من قرأ التاريخ زاد عقله. طب ايه أهمية دراسة التاريخ ديت غير اللي أبو حنيفة قاله؟ لا، ده في حاجات كتيرة قوي. زي ايه؟ زي استخلاص العبر من تاريخ الأمم السابقة. بنتعلم من الدرس من الشعوب اللي قبلنا، بنشوف أخطائهم وبنتجنبها، وبنشوف إنجازاتهم وبنقتدي بيها. يعني إيه كلمة نقتدي بيها؟ يعني بنقلدهم، يعني اللي إحنا هنبقى عايزين نعمل زيهم. زي مثلا إحنا شفنا أو هنشوف سقوط الدولة الرومانية. طب ليه سقطت الدولة الرومانية ودخلت الإسلام؟ سقطت الدولة الرومانية بسبب الظلم اللي تعرضت له والطرف اللي كان موجود. هي الدولة الرومانية هي اللي تعرضت له؟ لا، الدولة الرومانية كانت بتعامل الناس اللي تحتها بكل ظلم وبكل طريقة وحشية، بطريقة وحشة جدا. كان عندهم طرف، كان الملوك بتاعهم كانوا بيشوفوا ان هم اسياد العالم، هم اللي ليهم كل حاجة، لكن عامة الشعب او الناس اللي تحت ايديهم ملهمش اي حاجة. ففي الوقت دوت احنا بنستخلص العبر، بنشوف ان الناس ديت لما كانت عايشة بالطريقة دي سقطت ما كملتش. عندي كمان إبراز القدوة الصالحة من الشخصيات التاريخية والتي تركت بصمات واضحة على شعوبها. زي إيه؟ زي مثلا لو هنتكلم عن صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي هو أكتر شخصية غالبا كانت بتدافع عن القدس، وفي الوقت دوت هو حقق انتصارات. طب يا ميس حضرتك بتجيب لنا أشخاص، هو ممكن يجيب لي حاجة زي كده ويبدأ اللي هو يتكلم عليها؟ ممكن يجيب لي أحداث زي كده زي اللي أنا بقولها بتاعت صلاح الدين دي، ويبدأ يخيرني. ده استخلاص عبر من التاريخ، إبراز القدوة الصالحة من الشخصيات التاريخية، واللي تركت بصمة، ولا تنمية الشعور بالمسؤولية والابتعاد عن التعصب؟ مين فيهم؟ يبدأ يقول لي حاجات زي كده ويقول لحضرتك اختار. يقول لي بعد كده: تنمية الشعور بالمسؤولية في المحافظة على المكاسب التي حققها المجتمع والمضي بها قدما للأمام والمساهمة في حل المشكلات. بيتكلم معانا لو المجتمع بتاعي مثلا فيه إنجازات زي الاستقلال، زي السد العالي، زي عندي المتاحف، زي الآثار، ده لازم إن أنا أحافظ عليها. مثلا يجي لي سؤال يقول لي: مكتبة الإسكندرية اللي اتحرقت جددت مرة أخرى، ويجيب لي اختيارات: استخلاص العبر من تاريخ الأمم السابقة، إبراز القدوة، تنمية الشعور بالمسؤولية. في الوقت دوت هبدأ أختار تنمية الشعور بالمسؤولية. دلوقتي كمان بيكلمني عن الابتعاد عن التعصب، لأن العالم لم يقم على حضارة واحدة أو عنصر واحد أو كمان لغة واحدة، فلكل أمة بيكون ليها نصيبها من ذلك الميدان لا ينكرها التاريخ. طب ما تفهمينا علشان نفهم الكلام دوت يعني ايه؟ هو التعصب ده كان موجود من زمان من أيام الحضارات؟ التعصب ده مش في الكورة بس، لا، التعصب دوت كمان يجي ناس يقول لك احنا الحضارة بتاعتنا حضارة واحدة، مفيش زي الحضارة المصرية. يا راجل، يعني مفيش حضارة إسلامية اللي كانت في آسيا؟ طب احنا كان عندنا الحضارة، ما كانش في حضارة عراق؟ يا سلام! والحاجات اللي موجودة في العراق ديت وكل آثار العراق ديت مش مليانة عينينا؟ ازاي يعني؟ فعشان كده بنقول الابتعاد عن التعصب. ما ينفعش نقول إن في حضارة واحدة بس هي اللي بنت العالم، أو شعب واحد متفوق، لأن كل الأمم ليها نصيب من مداء الحضارة. الحضارة المصرية القديمة ساهمت بالكتابة والهندسة، واليونان كمان ساهموا في الحضارة بالفلسفة، والعرب عملوا على الطب والفلك في العالم.
فالحضارة مشتركة بين كذا حضارة، مش حضارة واحدة بس. بعد كده بنتكلم عن العصور التاريخية. العصور التاريخية احنا أول ما اتكلمنا قلت لكم إن العصور التاريخية بتبدأ عندنا من معرفة اختراع الإنسان للكتابة. ابتدى اللي هو يتعلم فيها تدوين الأحداث ومظاهر الحياة لدى الشعوب القديمة لحد وقتنا الحالي. طب المؤرخون قسموا العصور التاريخية إلى إيه؟ أول حاجة إلى العصور القديمة. العصور القديمة تبدأ من أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد وحتى سقوط الإمبراطورية الرومانية عام 476 ميلاديا. طب إيه اللي حصل في الوقت دوت؟ والسؤال يجي يقول لي مثلا تبدأ العصور نقط من اكتشاف الإنسان للزراعة. طبعا هتبقى العصور القديمة، فاحنا لازم نكون عارفين ده كويس أوي. العصور القديمة اكتشاف الإنسان للزراعة، عرف الاستقرار والكتابة، بناء المعابد والمقابر، قيام حضارات كبرى في الشرق القديم وحوض البحر المتوسط. وخلينا نبدأ اللي احنا نقول على كل واحدة من دي هي حضارة شرق قديم ولا بحر متوسط، علشان لو جه سؤال بيسألني فيها. الحضارة المصرية القديمة طبعا هتبقى شرق قديم. طب بلاد العراق برضو شرق قديم. حضارة فينيقيا احنا قلنا قامت على البحر المتوسط، فهتبقى حضارة بحر أو حوض بحر متوسط. بلاد فارس شرق قديم. يونان ورومان بحر متوسط. بعد كده بنتكلم على العصور الوسطى. العصور الوسطى ابتدت اللي هي تكون عندي في أوروبا. بدايتها كانت إمتى؟ من عام 476 ميلاديا وحتى عام 1453 ميلاديا. وتاريخ فتح القسطنطينية تبدأ من تاريخ فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية على يد القائد العثماني محمد الفاتح. هنبدأ نتكلم على الملامح هنا، وهنا هنشوف كذا تفصيلة. أول حاجة انتشار المسيحية. 2. سيطرة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا على شتى نواحي الحياة. طب ازاي الكنيسة بتبدأ اللي هي تسيطر في الوقت ده؟ الكنيسة الكاثوليكية في الوقت دوت كانت بتفرض كل أفكارها علينا في الوقت دوت والمعتقدات بتاعتها، وأي حد أي عالم بيخالف ده كان بالنسبة لهم بيعتبر مهرطق. يعني ايه كلمة مهرطق؟ يعني بيخالف الدين. طيب بالنسبة لليهود والمسلمين في الوقت دوت كان ايه نظامهم؟ يهود والمسلمين في الوقت دوت كانوا بيعتبروهم هم أعداء المسيح. كانوا ناس ما بيحبوهمش أصلا، وهم ما بيحبوش الدين المسيحي وبيعاملوهم إن هم أعداء المسيح. وفي الوقت دوت برضو ما كانش ينفع مسيحيين ومسلمين يعيشوا مع بعض، ما ينفعش. طب نعمل إيه؟ في الوقت دوت المسلمين ينعزلوا عن المسيحيين، واليهود برضو ينعزلوا عن المسيحيين، علشان ما ينفعش حد من المسيحيين يتعامل مع الناس الأقل منهم اللي هم اليهود والمسلمين. ده كانت سيطرة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا في الوقت ده. قيام نظام الإقطاع وسيطرة الجهل والتخلف في أوروبا. نظام إقطاع؟ طب إزاي قيام نظام الإقطاع؟ في الوقت دوت الملك كان بيبدأ يوزع الأرض على النبلاء. هو الأرض كانت ملك مين؟ الأرض كانت ملك الملك نفسه. كل الأراضي تحت إيد الملك. يبدأ يوزعها زي ما هو عايز. يوزعها على مين؟ على الأمراء والنبلاء. مين هم الأمراء والنبلاء؟ دول أشخاص من طبقة الأشراف، اللي هو محدش يبقى زيهم. دول يعني زي ما بنقول دلوقتي كده كريمة المجتمع، ملهمش زي ده. النبيل أو الإقطاعي بيبدأ اللي هو بيحكم الأرض وبيحميها إن محدش يبدأ يسيطر عليه. يروح مديها للفلاح، بس مش بيديها للفلاح زي ما الملك بيديله الأرض. أمال ما يديها للفلاح ليه؟ بيديها للفلاح علشان يزرع الأرض ويدفع للإقطاعي اللي هو بيستفيد من الأرض دي. حلو الكلام؟ فده كان نظام الإقطاع. ما كانش فيه فلوس، فكان فيه جهل وكان فيه تخلف في أوروبا في الوقت دوت. ابتدى بعد كده ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي وانتشار الفتوحات الإسلامية.
بعد كده هيظهر لي عندي ازدهار الحضارة العربية الإسلامية من الصين شرقا وحتى الأندلس غربا. بنبدأ بعد كده بنتكلم مع بعض عن العصور الحديثة. العصور الحديثة تبدأ من فتح القسطنطينية عام 1453. احنا هنا واحنا بنتكلم عشان محدش يتلخبط، انا قلت في العصور الوسطى بتبدأ من عام 476 حتى 1453. انا قلت بتبدأ من تاريخ فتح القسطنطينية، انا بتكلم على 1453 عشان محدش يتلخبط معانا. عشان عندنا العصور الحديثة بتبدأ من فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية كان عام كام؟ كان من عام 1453 حتى الحرب العالمية الأولى عام 1914 ميلادي. أول حاجة في ملامح المظاهر بتاعتها ظهور النهضة الأوروبية. إيه هي النهضة الأوروبية؟ هي فترة حلت على أوروبا كان فيها بتنتقل فيها من الجهل والتأخر للعلم والفن والتقدم بسبب احتكاكهم بالمسلمين في الأندلس. يبقى تاني، ظهور النهضة الأوروبية. إيه هي النهضة الأوروبية؟ هي فترة حلت على أوروبا كان بننتقل فيها من الجهل والتخلف والقرف اللي هم كانوا فيه والظلام اللي كانوا فيه للعلم والفن والتقدم. ليه؟ عشان احتكوا في الوقت دوت بالمسلمين في الأندلس. طب إيه هي قيام الثورة الصناعية؟ كان في الأول في الثورة الصناعية كان كل اللي بيشتغلوا بيه كان بيشتغلوا بكل الحاجات البدائية. ما كانش عندي مصانع تشتغل بآلات، كان بيشتغل بأيدي العاملة. وخلي بالنا إن الأيدي العاملة عندهم ما كانتش أحسن حاجة، فما كانتش بيطلع لي حاجات كويسة أصلا. طب بعد كده ابتدينا اللي احنا نستخدم آلات البخار، وبعد الآلات البخارية ابتدينا اللي احنا نستخدم مصانع وآلات حديثة، عشان كده بنقول قيام الثورة الصناعية. بعد كده قيام حركة الكشوفات الجغرافية، وما ننساش إن البرتغاليون ابتدوا إن هم يكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح. قيام حركة الاستعمار الأوروبي، ابتدوا إن أسبانيا والبرتغال يبتدوا اللي هم يسيطروا على مدن كبيرة زي أمريكا، أو قارات كبيرة زي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ما كانوش بيسيطروا عليها كلها، بس كانوا بيسيطروا برضو على أجزاء منها. التاريخ المعاصر بدايته من بداية الحرب العالمية الأولى حتى عام 1914 وحتى الآن. عندي فيها إيجابيات وعندي فيها سلبيات. إيجابياته إن حصل حركات تحرر واستقلال من الاستعمار، ما بقاش عندي استقرار في معظم الدول. طبعا في حد هيجي يقول لي طب إزاي وفي دولة محتلة لحد دلوقتي؟ أيوة طبعا في دولة محتلة، بس احنا عندنا كان معظم الوطن العربي كان محتل في ذلك الفترة، فابتدينا اللي احنا نخرج من الاحتلال، وده انتوا شفتوه في منهج تالتة إعدادي. ابتدينا اللي احنا نخرج من الاحتلال وبقى عندي حركات للتحرر والاستقلال من الاستعمار. عندي كمان الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والاختراعات العلمية. ثورة معلوماتية، ابتدينا ان احنا نعرف حاجات ما كناش نعرفها زي التليفون المحمول، زي الكمبيوتر. ابتدينا ان احنا نعرف اللابتوب، التاب، كل الحاجات ديت ما كانوش يعرفوا عنها اي حاجة قبل كده. كمان الاختراعات العلمية، الأجهزة اللي احنا بنبدأ نعالج بيها الناس وبتكون الناس أفضل ويكون صحيا أحسن بسبب الاختراعات العلمية الحديثة. هبوط الإنسان كمان على سطح القمر واكتشاف الكواكب، كان في كواكب احنا ما نعرفش عنها أي حاجة أصلا. طب السلبيات، للأسف الحروب العالمية المدمرة للبشرية، وشفنا برضو في المناهج بتاعتنا السابقة ازاي الحروب أثرت على الدول العربية. انتشار الأمراض الخطيرة اللي بنتكلم عنها في الوقت دوت كان مرض زي مرض الجدري. زمان كان عندنا أمراض كتيرة قوي غريبة، وكنا لما كان حد بيجيله كانوا بيبقوا مرعوبين. زي مثلا لو قالوا المرض ده موجود وكانوا مرعوبين، مرض السكر. يا لهوي، ده حد عنده السكر ده كان زمان الناس بتموت بسببه، ما كانش لسه اخترعوا العلاجات بتاعته.
وكمان عندي تلوث البيئة اللي موجود معايا دلوقتي، زي مثلا لما حد بيبدأ اللي هو العربية بتاعته تطلع دخان، يبدأ اللي هو المصنع بتاعه يطلع دخان، حرق قش الرز والكلام اللي موجود، كل دوت بيلوث عندي البيئة. كده احنا درسنا خلص. احنا بعد كده في نفس الشيت بتاعنا في عندنا الأسئلة بتاعتنا هنحلها، ولو في حد واقف قدامه أي حاجة يبعتلي على رسائل الصفحة، وهتلاقوني معاكم على طول. وأشوفكم على خير في درس تاريخ جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.